جانب التظاهرات اليومية وتمثل. شفنا بالحلقة الماضية شو يعني عصيان مدني. شفنا القوة المادية والمعنوية وشلون ممكن تضعف النظام. هون بدنا نتخيل شلون رح نعمل عصيان مدني على مستوى سوريا من أصغر شيء لأكبر شيء. رح تفيق الصبح انت ورفيقك والدكتور وما حتروحوا على الجامعة. أخوك الصغير ورفيقه والأستاذ ما حيروحوا على المدرسة، معناها في 16,000 مدرسة حيسكروا. أبوك بيشتغل موظف، ما حيروح لا هو ولا جاره بالمكتب ولا مدير القسم. دوائر البلد صارت مهجورة والمراجعين ما رح يقربوا ناحة لأنه ما في موظفين يخدمون. عمك بيشتغل محامي، هو ورفيقه والقاضي ما حيروحوا على المحكمة، هيك بنكون أسقطنا وحدة من السلطات الثلاث. ابن جيرانكم اللي بينقل بضايع من تاجر الجملة للسمان اللي بحارتكم، لو فرضنا انه بس هو والعمال اللي معه بطلوا يشتغلوا، هيك بنكون ضربنا التجارة الداخلية للحارة، وحارة مع حارة بنصل لكل سوريا. وتعالوا نتخيل شو حيصير لو انه رفيقك ورفقاته اللي باللاذقية اللي بيشتغلوا بالمينا بطلوا يشتغلوا. اظن انه حنوصل لمرحلة انه بشار وماهر بذاتهم حييجوا يحملوا سلاح المهرب، ومعناتها انه التجارة الخارجية وحركة السفن انضربت. واحد من معارفكم اللي بيشتغل بالمطار بطل يداوم لا هو ولا رفقاته، هيك بنكون ضربنا حركة الطيارات اللي اصلا مضروبة. راح تنزل على الشارع تشم الهوا، ما حتلاقي ولا سيارة تاكسي ولا باص ميكرو. ضربنا حركة السيارات وكل محطات المازوت، والمازوت بالاصل عم بيروح على الدبابات اللي عم تقتلنا. حتجي تتصل مع رفيقك، حتتذكر انه كل المصاري حتروح لرامي مخلوف. لو وقفت مكالمتك في مليون مكالمة توقفوا كل يوم. امك رح تجي تتصل مع اختها اللي بالخليج، ما رح تخليه، هيك في 320,000 مكالمة خارجية توقفوا. اخر الشهر ما رح تدفع فواتير، لا كهرباء اللي اصلا ما عم تصل ولا حتى المي اللي اصلا ما عم نشوفها. جارنا ما حيدفع ضريبة، تاجر السيارات يلي بنعرفه ما حيدفع جمرك، يعني النظام انضرب اقتصاديا والحبل على الجرار. معنا مجال للعصيان المدني بسوريا من 1,000,000 مكالمة تليفون ل5 ملايين عامل. راح يكون هذا الشيء مصور وموثق أول بأول، حيبين للعالم كلياته إنه يا عمي خلص نحن هالنظام ما عاد بدنا إياه، أي شيء منه مردود عليه، نحن مندبر حالنا من غيره. ومثل ما عبينا اليوتيوب فيديوهات للمظاهرات، بدنا نعبيه فيديوهات للمحلات المسكرة والحياة الواقفة. عصيان مدني من القامشي لحوران لسوريا حرة. إلى جانب التظاهرات اليومية وتمثل